الفنان مصطفى فهمي في مسلسل حياة الجوهري. بنشوف هنا الفنان مصطفى فهمي اللي هو السيد غنيم، اللي هو زوج حياة الجوهري، السيدة اللي هي عندها أخلاقيات وقيم ومبادئ، اللي مسكت مكان مهم في البلد يقدر يقضي مصالح للناس اللي هم رجال الأعمال اللي احنا عارفينهم، اللي بيدوروا طبعا على مصالحهم، على فوق، اللي بيقدموا مصالحهم فوق مصلحة الشعب طبعا. وهي طبعا بطبيعتها وأخلاقياتها ومبادئها بترفض ده. ولكن الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي شخصية الفنان مصطفى فهمي، شخصية الأناني، اللي هو القناص، اللي هو الأناني اللي متمركز حوالين نفسه، اللي اتربى تربية فيها جزئية أنانية، فطلع أناني بطبيعته، بيبحث عن مصلحته، بيحاول طبعا يقتنص الفرصة بأي شكل كان. فطبعا بيحاول يدفع زوجته ومراته لانها تقبل العروض اللي هي سيئة السمعة اللي احنا بنتكلم عنها، تقبل المال في سبيل ان هم يتحصلوا على الماديات والفلوس طبعا، وبيتفحل ده بشكل كبير جدا جدا. وهي اساسا كده كده في البداية بترفض، وبتخش في صراعات، وبتتهم بالباطل، وبتخش السجن بالباطل، وهو بيتخلى عنها. ولكن لما بترجع تاني بيحاول يرجع، وبيحاول يعني يضغط عليها بشكل كبير جدا جدا، عن طريق ان هو بيلبس قناع الطيبة. قناع الطيبة احيانا قناع الخوف عليها، احيانا قناع الخوف على مصلحتهم، ان هم محتاجين، عندهم متطلبات مادية كبيرة جدا جدا ومحتاجينها هو واولاده. طبعا هي في الاخر بتندفع لده، ولكن هي غصب عنها بعد ما بيحصل دوت بترجع تعترف بالحقيقة لما الناس بتقول عليها ان هي انسانة نظيفة وان هي انسانة عظيمة. لكن هي ما بتقدرش تتحمل ده، وبتعترف، وبتحطه هو طبعا في مشكلة، لان هو بيتحط في انه بيواجه المشكلة. هي بتقول ان هو كان جزء كبير جدا جدا من الخطة، وهو اللي كان وراها. وكمان بتستكشف ان تبعا لانانيته، الجزئية الانانية للقناصة اللي احنا اتكلمنا عنها، ان هو بيدور على مصالحه، حتى ان هو حب عليها بنت صغيرة كانت شغالة عندها في المكتب، وبعد كده هي مشيت في الاتجاه الخاطئ المادي ده، وراحت للناس اللي هم رجال الاعمال دول. وطبعا هو اساسا دخل معاها في قصة حب واتجوزها عليها، وهي بتستكشف ده في النهاية زي ما احنا شفنا كده.